بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النهاردة ان شاء الله مع بعض في فيديو جديد هنشوف هنعمل ازاي السمك ده مع بعض، وازاي هيطلع معانا جميل كده بالتسبيكة الحلوة دي. شايفين التسبيكة عاملة ازاي؟ اهي دي التقلية بتاعتنا. وده السمك بتاعنا، شايفين طيب ازاي وجميل، بسم الله ما شاء الله زي العسل. اتمنى ان شاء الله تجربوا الفيديو وتشوفوا عملناه ازاي. ولو عجبكم الطريقه طبعا ما تنسونيش من اللايك، وتدعموا لي القناه باللايك طبعا وتعليق حلو كده منكم. وقبل ما ندخل في الفيديو هنسمي الله ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم عليه الصلاه والسلام، ونشوف عملنا سمك القراميط النهارده ازاي مع الرز الابيض. طبعا بتبقى حاجه زي العسل. اتمنى تشوفوا الفيديو للاخر. ودلوقتي بعد ما نضفنا بقى السمك زي ما انتم شايفين كده اهو، بسم الله ما شاء الله بيبرق معانا زي ما انتم شايفين. احنا متعودين طبعا مع بعض لما بعمل اي سمك بحط عليه طبعا نعناع، وبحط ورق خضرة علشان يبقى نضيف معانا وتبقى ريحته حلوة. عندك بقى نعناع حطي عليه، عندك خضرة حطيها علشان خاطر يبقى السمك معانا نضيف زي ما انت شايفة كده، وكمان يبقى ريحته حلوة. بعد كده هبشر عليه بقى ليمونة. جربي كده تبشري الليمون على السمك، بيجيب ريحه حلوه جدا. بيدي ريحه كده ولون وطعم، علشان خاطر انت كده بتخلي كل ريحه السمك من بشر الليمون. هنبشر الليمونه كده مع بعض. وهنحطها على السمك ونسيبه بقى يتنقع كده. شايفين بشر الليمون ده اهو، بسم الله ما شاء الله السمك بتاعنا نضيف جدا زي ما انت شايفه. ورق بقى نعناع على ورق خضره وشويه ملح معلقه كبيره زي ما انتم شايفين كده. وانا هسيبه بقى يتنقع على بال ما اعمل التقليه بتاعته، ونشوف هنعمل ايه مع بعض ان شاء الله. بعد ما خلصت بقى التقليه وظبطتها كده، هنغسل بقى مع بعض كده القراميط. شايفين بقى ازاي الفل ازاي. النعناع مع الليمون بقى مع الملح بيخليها حلوه جدا. جربوا الطريقه دي في نقع السمك وان شاء الله هتعملوها بقى على طول باذن الله. عايزه اوريكم قد ايه السمك نضيف اهو، بسم الله ما شاء الله. شايفين النعناع مع الملح بقى مع بشر الليمون حاجه تانية خالص. شايفين قلب السمكه عامل ازاي، شوفوا النظافه قد ايه. هنغسله كده مع بعض، وبعد كده هنرصه في الصينيه اللي هنعمل فيها، ونحطه بقى في الفرن ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. غسلناه اهو بقى زي الفل. بعد كده بقى هنحط التقليه بتاعتنا ونشوف هنرص السمك ازاي. ادي الصينيه بتاعتنا اهي جاهزه، وادي التقليه اللي احنا عاملينها. دول 3 بصلات كبار وعليهم البهارات بتاعتهم ومعلقه كمون صغيره، وكمان عليها صلصه طماطم بتكون معانا بالشكل ده. احنا هنظبطها كده في الصينيه، وبعد كده هنرص السمك. شايفين السمك زي الفل اهو بيبرق، ورصيناه مع بعض اهو.
دي طريقة سهلة جدا للسمك، وكمان بتخلي طعمه جميل جدا. والتقلية اللي في السمك دي بقى بتبقى حلوة قوي. جربوا الطريقة دي بقى للقراميط وان شاء الله تعجبكم جدا، مع نظافة السمك الحلوة دي وكل ده. وريحة الكمون اللي طالعة دي وكل الحاجات الحلوة دي ان شاء الله الطريقة دي هتعجبكم جدا. خلاص بقى انا هزودها كده شوية مية بعد ما احط معلقة فلفل كده صغيرة. هزود كده شويه ميه مكان بقى التقليه ومكان الحاجات الحلوه اللي احنا عملناها دي زي ما انتوا شايفين كده، وهدخلها الفرن، واول لما تستوي هوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. ده شكل الصينيه بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن، شايفين عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. مش ناقصها بس الا ليمون كده وشويه خضره كده حلوين. وادي الرز بتاعنا الابيض جميل جدا. طبعا لازم رز ابيض مع السمك ده اهو، زي ما انتوا شايفين كده بتبقى معانا بقى بالشكل الجميل ده. طبعا اللي حابب بقى يعمل نوع رز تاني، بس انا بفضل الرز الابيض مع القراميط، بتبقى حلوه جدا. وكمان التقليه بتاعتنا عايزه اوريها لكم اهي، شايفين بارده وجميله وزي الفل. وكمان على لونها اهي، لا تغير لونها ولا اي حاجه. ده بيرجع انك بتعملي التقليه كده بطريقه حلوه. وكمان هوريكم السمكه بتاعتنا عامله ازاي. شايفين بسم الله ما شاء الله. عايزه اوريكم قد ايه هي طيبه وقلبها جميل جدا. بسم الله ما شاء الله، شايفين الحلاوه والجمال اهي بتكون معانا بالشكل ده. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى منكم اللي مش مشترك عندي في القناه يشترك ويفعل الرنه علشان يوصلكم مني كل جديد. وان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.